انت ليه خسرت ماتش سموحه؟ مبدئيا كده وبهدوء ومن غير اي حاجه خالص، من غير اي فنيات. انت نازل بتبلغ ان انا كمشجع، وبتبلغ لعيبه سموحه، بتبلغ لعيبتك ان الماتش ده انت مش عايزه في حاجه وما يخصكش في حاجه، ومش عايز منه حاجه غير انها تطلع من غير اصابات، وشكرا قوي على كده. فاللي حصل ايه؟ اللعيبه نزلت مش مركزين، مش في دماغهم قوي يعني الدنيا. سموحه مقفلين ومركزين اكتر منك. بس ده منتهى البساطة. انت نازل بايع الدنيا كلها. ده رقم واحد. كفنيات، انت بتلاعب لعيبة جديدة مع بعضيها. حمد اول ماتش يلعبه. متيابة لاعب يمين. لعيب ريمون ده باك شمال. شوية كده خلطبيطة كده شوية. ماشي حلو، عايز تريح لعيبتك وكل حاجة، بس ما تطلعليش التنوع بتاعك في اللعب تطلعه بره. يعني ايه؟ يعني عبد الله السعيد وناصر ماهر دول اتنين لعيبه باختراقات من النص. دول بتوع لعيبه بتوع ضرب بباص 1 2 يروحوا في قلب الملعب. لكن سموحه مقفل لك قلب الملعب، انت مصمم تلعب من قلب الملعب، وسموحه مقفل مقفل مقفل. ليه؟ عشان ما عندكش عرضيات. انت لما بتنوع لعبك عرضيات واختراقات من النص، المنافس بتاعك هيتعب من هنا ومن هنا ومن هنا. لكن انت موجهه كله في اتجاه واحد اللي هو الكوره قدامه، وانا شايف اللعيبه اللي جايه عليا كلها، وشايف الهجمه كلها، وشايف كل حاجه كشفها. فانت مريحه ومريح احمد سامي بره. انت ما اجهدتوش في حاجه. لما حاولت تجهده ونزلت احمد حمدي وفتوح وزيزو، والدنيا مشيت يمين وشمال وعرضيات يمين وعرضيات شمال واختراقات من النص وانتو هات، والدنيا بدات تبقى في تنوع في اللعب بتاعك. بدات تشوف ان لعيبه سموحه يجي لهم توتر اكتر، يرجعوا ورا اكتر، خلاص يغلطوا اكتر، بدات انت تروح للجون اكتر، تعمل هجمات اكتر. لكن ايه اللي حصل؟ الوقت ما اسعفكش. عندك لعيبه خلاص مش عارفه تسيطر على اعصابها. عندك الماتش بقى في كل دقيقه اي واحد لعيب لو جاله اي حاجه هرش شويه كده يروح على الارض عشان يضيع لك وقت. خلاص فانت الوقت ما اسعفكش. انت ما اسعفتش نفسك، ما اديتش نفسك مزيد من الوقت عشان تقدر تلعب. مش لازم تنزل لي ثلاث لعيبه مع بعض. يعني انت ممكن بين الشوطين تنزل لعيب منهم يفرق لك شويه، تنزل فتوح يفرق لك شويه في اللعب. ليه انت مجمع ثلاثه مع بعض؟ ليه انت قافش اللعب كله الثلاثه ينزلوا مع بعض؟ الوقت ما اسعفكش. وانت من اول الماتش مش مركز في الماتش، مركز في حاجه تانية خالص. كونفدراليه. وقت ما اسعفكش الماتش خلص. شكرا.